فيقول سيدي الحاج محمد الهبلي: خذ الحق والتحقيق عن امرئ ناصح ليطوي لك بعد المسافة بالكلي. الحق هو ضد الباطل، والتحقيق هو أصل الطريق، وهو أوله عطية وإشراق، وأوسطه مجاهدة وإطراق، وآخره حب وإغراق في حب الله ورسوله. هكذا قالوا. ولذا مالوا أهل الله جعلوا هذا الطريق سندا شريفا. ورحم الله السيد الشعراوي إذ يقول: تزهو بسلسلة لها ذهبية من شاهد للمصطفى عن شاهد. ما معنى الشاهد؟ هو الحاضر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي الشاهد الحاضر الذي يأخذ البيع من يد إلى يد إلى يد إلى رسول الله. ومن لم يجد فليتواجد، فالتسليم أسلم والله بالحال أعلم. فيقول: ليطوي لك بعد المسافة بالكل. أين يكون هذا الطي؟ يكون هذا الطي كما أخبرنا سيدنا أبو بكر الصديق لما قال صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال سيدنا أبو بكر الصديق وكان جاثيا على ركبتيه مقابل رسول الله، فقال: يا رسول الله، أما أنا فأحب إلي من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. هذه علامات صدق المريد مع شيخه والسير إليه، وهي إشارة إلى الزيارة، إشارة إلى اللقاء الأشباح مع الأشباح، لأن الأرواح تمد الأرواح والأشباح تمد الأشباح. ثم إن هذه الزيارة أو الصحبة لا تكون صادقة إلا بالخدمة، لا تكون صادقة إلا بالخدمة. والخدمة على أنواع: منهم من يخدم الطريق بماله، ومنهم من يخدمها بحاله، ومنهم من يخدمها بعلمه، ومنهم من يخدمها بصمته. هكذا قالوا. ولذا مالوا أهل الله